الاسم الأستاذ سعيد الباشا، نائب رئيس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة وعميد كلية الطب. اليوم يوم تاريخي في جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بمدينة الدار البيضاء. اليوم كنحتفلوا بتخرج أول وفد أو أول فوج من الأطباء. هذا يعني يوم تاريخي، بالإضافة إلى تخرج هذا العدد اللي هو تقريبا 206 اليوم من الأطباء الجدد. كاين أيضا تخرج ديال المهندسين البيوطبيين، تخرج أيضا الأطر شبه الطبية، وأيضا تخرج أطر اللي كتساهم في التدبير ديال القطاع الصحي أو المانجمنت. الجامعة ديالتنا اليوم كتنخرط في السياسة العمومية ديال البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله في تكوين الأطر الطبية والشبه الطبية اللي كتعرف اليوم واحد الخصاص، وحنا إن شاء الله كنساهموا في هذا العمل، وسنة بعد سنة غادي يتضاعف هذا العدد إن شاء الله باش أننا نوصلوا واحد طموح كبير لتكوين الأطر في مستوى جيد ومستوى عالي جدا. 206 اللي تخرجوا هذه السنة، وعدد المسجلين لنا تقريبا 5000 طالب اليوم في الجامعة، والسنة المقبلة غادي تضاعف هذا العدد هذا إن شاء الله. في السنة المقبلة يعني في الدخول المقبل في الجامعة بوحدتها هنا غادي يكون عندنا تقريبا 500 طالب في السنة الأولى كلية الطب ما بين الشعبة الفرنسية والشعبة الإنجليزية. بطبيعة الحال أنها كتساهم في المجهود ديال الدولة لتكوين، والآن بدينا كنشوفوا حتى أنه الطلائع الأولى ديال المتخصصين الأطباء اللي بداو ندخلوا المجال ديال التخصص من هاد الخريجين هادو. الصيدله لا، السنه المقبله ان شاء الله غادي يكملوا 6 سنين ديالهم وغيتخرجوا ان شاء الله. لا هما لا الاطباء الاسنان. سميتي الياس العاطفي، دونك هنايا لوغيا ديال لو اس جي بي ديال لونيفرسيتي محمد السادس دو سيونس لا سونتي. فهو حدث اللي هو زعما كبير، صافي ملي كتشوفها انت كاع الحضور وكيفاش المدرسه كتقدر لي لوريا ديالها، وكيفاش انه جميع اللي تخرجوا دابا راهم حاضرين هنايا، الاصدقاء ديالك كتشوفهم اللي ما شفتيهمش من هذه عام ولا اكثر. فبالنسبه للانتظارات من سوق الشغل كتنتظر بانه غتمشي غتوصل الرساله ديالك كمهندس بيوطبي باش انك تحسن الاوضاع ديال التقنيه في البلاد. هو تشريف لينا، وهو الا بغينا نقولوا بانه راه حتى شي حاجه اللي ما غاديش نقولوا بانه واجب عليهم، ولكن راه حتى هما جايين باش يشوفوا واحد الناس اللي غادي يخدموا لهم غدا، يعني راه حتى هما كيأديو واحد الرساله ديالهم. كيشرفونا، ولكن راه حتى هما الرساله ديالهم انهم يكونوا حاضرين معنا، لان حتى هما قراو واحد النهار حتى هما وصلوا نشوفوهم معانا باش نعرفوهم بانهم راه حتى هما كاملين خدامين للمصلحه ديال وطن واحد. عرجاني فاطمة، خريجة المدرسة العليا لعلوم الصحة العامة، خديت ماستر في السونتي بوبليك. طبعا مستعدين فيكو قرينا في واحد اليونيفرسيتي اللي كبيره. بوندون كاع لو باركور دو فورماسيون ديالنا كانوا عندنا دي ستاج، كنا ديجا توجور في لو تيران، كان نتلاقاو الناس، كنتلاقاو لي بيرسونيل ميديكال، كنتلاقاو يعني كل شيء. الوغ مور التخرج ديالنا ما غاديش يكون عائق اننا نكونوا في المكان العمل او نقابلوا الناس، ولا حيتاش في الفورماسيون ديالنا كلها كنكونوا دي ستاج اللي في سواء في مراكز الصحه العامه، سواء في المستشفيات، سواء في الادارات ديال الصحه، في كل ما يخص الصحه.